انت وابوك فاضيين اهو، انت وابوك فاضيين. انت جايب اللعبه دي بجد ايه؟ 500 ايه يا اخويا؟ يا قلبي يعني، يا قلبي الصغير لا يتحمل اي شيء خالص في الحياه. خلي ابنك يتخبط في الترابيزه عشان تتبسط انت وابنك. المرارة على فكره تعباني، مرارة تعبانه منك انت وابنك على فكره. شايفين يا حبايبي اللعبه دي؟ اقول لكم هو كان عايز بتاع تعمل كده عجبني. الصلاة على النبي، والله قال لي الصلاة على النبي يا سيدي. شاف على التيك توك. تيك توك ده هيوقف حالنا وهيخرب بيتنا. اكيد احنا كل ما نشوف حاجه على التيك توك نروح نجيبها. اسمها ايه؟ لا انت كنت بتقول لي هات ايه؟ انا بعمل ده. بتعمل ايه؟ ده بلالين؟ اه هي دي؟ اي خدمه يا اسطى، اي خدمه يا اسطى، هجوم ادغدغها على اي فكره. خدمه يا اسطى. يا انا منكم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. طبعا احنا قاعدين انا وابو حبيب كده ايه نشتغل، كنا نعمل لنا فطيره كده نستقنص. شايفين بسم الله ما شاء الله. سخنه يا ولاد، استنى. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. حاجه كده تحفه تحفه تحفه. مش هتلاقي احلى من ده، مش هتلاقي فطير احلى من ده ولا عمرك ولا عمرك ولا عمرك اهو. ومش حته معجنه وحته مستويه، كله بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. كله يا حبايبي بألف هنا والشفا. وكل اللي هيطلب فطير، كل اللي هيطلب جرس، بسم الله ما شاء الله. شايفين اهو؟ يا سلام. وسخن طبعا مولع نار، يعني المفروض يكون حتى ماسك في بعض. شايفين بسم الله ما شاء الله يا حبايبي، سخن مولع على ايدي. تعالى كده يا حبيبي على الجرس. بسم الله ما شاء الله. الجرس بسم الله ما شاء الله. عسل عسل عسل. اللهم صل عليك يا نبي، اللهم صل على النبي. بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أهي صباح الخير وصباح الورد وصباح الفل وكل الصباحات الجميلة. بحبكم في الله. اللي أول مرة يشوفني أنا سمورة العمدة. طبعا يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده معانا بسم الله ما شاء الله. نشوف الأوردر بتاعنا النهاردة. وطبعا اعذروني وسامحوني، وأنا طبعا بعتذر لكل حبايبي ومتابعيني وإخواتي على عدم يعني اوقات كتير ما اقدرش برد على كل التعليقات، واوقات كتير ما بقدرش ارد عليهم، فسامحوني يا حبايبي. والله يعني بفضل شغاله للساعه 1. ربنا يرزقني ويرزقكم. بس الحمد لله يعني انا يعني على قد ما بقدر بحاول ان انا اوفق بين قناتي وبين المشروع بتاعي الجديد، لان انتوا عارفين ان ده مشروعي بدأته عشان خاطر رزقي ورزق اولادي وبناتي. انتوا عارفين بنات والولاد مصاريفهم كتير يا حبايبي. وان شاء الله يكون مشروع العمر ليا باذن الله تعالى، فشجعوني. وفي نفس الوقت انا مش عايزه اخسر قناتي ابدا ابدا. القناه باذن الله عمرها ما هتقف، وكلها تغييرات وكلها تجديدات باذن الله تعالى. بس انا بحاول ان انا ادخل لكم الايام دي الاوردرات معايا عشان خاطر كل حبايبي يعرفوا مشروعي ويعرفوا ان انا اشتغلت في الفطير وفي الزبده وفي الجرس. واي حد حابب يتواصل معايا طبعا رقمي هيكون في التعليق المسجل. زي ما انتم شايفين كده كان معانا اوردر فطير وجرس رايح مصر. هنعمل هعجن كده زي ما انتم شايفين، وبعدين انا بوريكم بس يعني عشان ما يقولوش يعني ده سموره بتاخد من الايه، يعني بتقول كلام وخلاص. انا عجنت وهرجع اعجن تاني. طبعا انا بحط في العجانه على قد ما تقدر، يعني هي اخرها عندي 2 كيلو تمام. وبتكون كمان بتلف بالعافيه. بس ربنا يا رب يخليك يا ام خالد، وربنا يسعدك ويسعد ام منيف. تابعوا معايا الفيديو وان شاء الله الفيديو يعجبكم، وباذن الله كده تستفادوا ويكون فيديو متنوع. بحبكم في الفيديو. بعمل معلقه عشان مش تزعل. خايفه على ايديا؟ ايوه. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن حال. بحبكم في الله. واللي اول مره يشوفني انا سموره العمده، دي قناتي. طبعا احنا معانا اوردر فطير وجرس بألف هنا وشفا. اللي رايح له طبعا هو رايح ان شاء الله مصر يا حبايبي. باذن الله الشيخ زايد، باذنك انت يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد. بحبكم في الله. وعشان خاطر ما حدش يمل من الفيديو مش كله جرس وفطير، احنا بس هبوريكم انا بعمل ايه، يعني روتين يومي كامل مكمل. شوفوا انا عملت فيه ايه تمام.
وطبعا انا من العصر وانا قاعده، والساعه دلوقتي 12 وانا قاعده بشتغل انا وابو حبيب، ربنا يخليه لي يا رب وربنا يرزقنا. ارجو ان انتم تشيروا الفيديو وتعملوا لايك عشان كل الناس تعرف ان انا فتحت مشروع وربنا يساعدني. وبحبكم في الله، تمام؟ وما تنسوش اللايك الجميل عشان خاطر الفطير الجميل ده. الف هنا وشفا لاصحابه طبعا. اسلموا ايديا الحلوين، اسلم عليا، اسلم عليا. تابعوا معايا الفيديو هتشوفوا بقى الجرس وهتشوفوا الفطير. طبعا احنا النهارده باذن الله وباذن المولى تعالى كده احنا معانا النهارده 9 فطيرات بالف هنا وشفا. ومعانا يا حبايبي اللهم صل على النبي 6 كيلو جرس محشي بالعجوه وساده. ويا رب يبقى الف هنا بالف هنا بالف هنا لكل اللي هياكل. وبحبكم في الله وانا تعبت خالص يا ولاد. تابعوا معايا الفيديو. بلاش بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. مش كده شيك. طبعا يا حبايبي انا خلصت الفطيره اهون وهحط الجرس بقى. الجرس بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله يا حبايبي اهي. بسم الله ما شاء الله بالحشوه العجوه، تمام؟ عجوه بالسمنه البلدي وبالسمسم. معايا هنا برده جروس اهي سيبها فوق الفرن عشان تخمر لان انتوا عارفين ان الدنيا لسه برد. وطبعا معانا جروس برده على الترابيزه اهيت ولسه في فطيره. وبس احنا بقى جوعنا وقلنا نعمل لنا احنا فطيره كده. تعالوا معايا كده نشوف احنا هنقطع الفطيره بتاعتنا ونشوفها عامله ايه من جوه. كده كده بحبها تاني غصب عن اذنك. طبعا ديت احنا يعني كانت حته عجينه بسيطه خالص عملناها كده يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله. طبعا مولع نار مولع. سبب حبيبتي الصبر يا ولاد، مش قادره اقول لكم. هو جاء الله الوكيل، يعني الله الوكيل جاء وكتر الف خيره. طبعا احنا قاعدين كده زي ما قلت لكم من اذان العصر ومن دلوقتي الساعه 12 بالليل، يعني نعمل قبل كده جرب. طبعا لسه قدامنا من ولع ما نخلص تسويه فيتعشى الراجل بقى، مش هينفع الكلام ده. تعالى يا حبيبي جرب عليه كده وريهم الفطيره كده. شايفين الجلاش جلاش كده بسم الله ما شاء الله. مش قادره امسكها يا واد والله، سخنه نار. شايفين بسم الله ما شاء الله فطيره. شايفين؟ استنوا يا ولاد استنوا معلش، اتحملوني اتحملوني اتحملوني. ارجو بس حاجه بسيطه جدا من حبايبي اللي بيطلبوا من سموره فطير او جرس. يا حبايبي انا مش يعني انا مخليه الفطيره انا واخده فيها 10 جنيه، تمام؟ ومخليه الجرس كمثل الامر فيها 10 جنيه. ف يعني انتوا شايفين يعني الواحد يعني بتعب بجد. فيبقى حرام لما الاقي واحده بعد ما اخذت الاوردر او هي بتاخد الاوردر يعني تخصم مني ال10 جنيه اللي هي بتاعت اللي هي اصلا اللي طلعالي. يعني هي اصلا مش مكمله حق الشغل، يعني حق اللي قاعده ودي كله يا حبايبي. فطبعا انا مش هشتغل، يعني مش هشتغل لله، تمام؟ وانتوا فاكرين يعني ان انا بقول الفطيره ب 60 النص كيلو، يعني انا كده كسبانه فيها مثلا 1000 جنيه وبقول لكم كده، او كسبانه فيها او هنا عاملاها ب 20 وكسبانه فيها ال 40. والله العظيم هي ال 10 جنيه. فطبعا لما يكون واحده ب 10 يعني بتشيل ال 10 جنيه فحرام حرام كتير. شايفه يا ابو حبيب؟ ايه رايك يا ابو حبيب؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ يعني انت هتاكل فطير اصلا يعني بسم الله ما شاء الله، يعني بيتكلم عن نفسه كده يا ولاد. بسم الله ما شاء الله. شايفين كل رجه برجتها؟ يعني هتجيبوا فطير احسن من ده؟ يا والله العظيم والله العظيم 10 جنيه يعني والله 50 جنيه ما كتير عليا. 50 جنيه تمام؟ 50 جنيه يا حبايبي مش كتير على ان انت تاكلي حاجه نظيفه،
حاجه حلوه. لكن انا مش بقول 50 جنيه ولا حاجه، انا بقول 10 جنيه يا جماعه، بس الانسان ربنا يرزقه وخلاص. طبعا يا حبايبي خلصنا الاوردر كده، وكانت الساعه 1:30 وسلفنته وعبقته ونمنا ساعتين، وقمنا الساعه 4:30. ما طبعا ابو حبيب توكل على الله راح مصر، لانه لازم يوصل الحاجه بنفسه، عشان دي حاجه طبعا احنا تعبانين فيها، ما ينفعش نبعت بها اي حد. وطبعا هتتبهدل من اي شخص في الطريق، لكن احنا هنحافظ عليها. طبعا وصلت ازاي مصر يا ست ام صلاح؟ طب بتوصلوا؟ احنا بنوصل، بس انتوا بتدفعوا حق الطريق، يعني انتوا بتدفعوا المواصلات على الزبون، واحنا بنوصله الحاجه لغايه عنده، ما عندناش اي مانع ولا عندنا اي تكبر، بل بالعكس نقدر ان احنا نوصلها له، بس انتوا بتدفعوا المواصلات بتاعه الطريق لغايه بلدك، تمام، لغايه ما الحاجه بتوصلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا كانت الدنيا زي ما انتم شايفين كده بقى متكركبه، طبعا سبتها، طبعا نمت يا حبايبي، ما قدرتش ابدا. بس لما ابو حبيب كده توكل على الله الفجر، انا بقى دخلت بقى المطبخ كده، مسكت المواعين بقى، مش عارفه اقول لكم ايه، خليتها فله 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 فله، تمام. وطبعا حابه اقول واشكر سمسمه اختي، لان هي اللي نصحتني ان انا اعمل المشروع ده. قالت لي يا سموره انت شاطره في الفطير، وشاطره في الجرس، وشاطره في كل الحاجات ديت، ونظيفه وكده. فبصراحه ما اكذبش عليكم، قلت لها يا سمسمه مين اللي هيشتري مني وكده؟ قالت لي افتحي وربنا هيكرمك. قلت لها خايفه اعمل زي مشروع المشويات والمشروع ما ينجحش معايا واخسر وكده. قالت لي لا ان شاء الله هتمشي وهتكسبي باذن الله ناس، وهتكسبي معارف وكده، المكسب مش كله فلوس يا حبايبي، تمام. قلت لها خلاص هتوكل على الله واعمل. فطبعا ربنا يسعدها ويخليها ويخلي لها اولادها. وطبعا كل اخواتي شجعوني، وبشكر زوجي طبعا لانه واقف جنبي وساندني ومعايا خطوة بخطوة الحمد لله، ويقف على ايدي ويساندني ويساعدني. فطبعا دي حاجة الحمد لله نعمة من ربنا. وبشكر كل حبايبي اللي معايا على القناة، ان هم مساعديني وواقفين جنبي وواقفين في ظهري وبيسندوني وبيقولوا لي استمري يا سمورة، وان شاء الله ربنا هتكبري وهيبقى عندك مخبز يا رب العالمين يا حبايبي. وطبعا بشكر برضو اختي حبيبتي موحة ياسر، لما قلت لها برضو على المشروع وفتحت فيه وبدأت اشتغلت، قالت لي استمري يا سمورة وان شاء الله ربنا هيكرمك. فطبعا كل حبايبي دول يا حبايبي شجعوني، آه، والفضل لربنا ثم كل اللي دعمني وكل اللي شجعني. وطبعًا أنا طبعًا باتعب جدًا، بس الحمد لله والشكر لله. يعني ما فيش كل حاجة في الحياة بتتعب يا حبايبي، أهم حاجة إن أنتِ تلاقي مقابل. والله العظيم أنا كنت في order تعبانة فيه تعب شديد، شديد، شديد لدرجة مش تتوقعوها، والله العظيم ما خدت فيه مكسب. حاجات كتير ما خدتش فيها مكسب من ضمن الorder، بس لمّا صاحبته شكرت لي في الحاجة وقالت لي تسلم إيدِك، وحاجة عمري في حياتي ما شُفت زيها. أنا يعني تعبي كله راح والحمد لله والشكر لله. زي ما أنتم شايفين كده يا حبايبي، يعني الحياة مش سهلة، تمام. وربنا يا رب يعيننا ويقوينا، وطبعا ده كلنا لازم نشقى ونتعب، وكل إنسان له الأجر عند ربنا على قد ما بيتعب، والحمد لله. طبعا حب الناس ده نعمة 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 كبيرة جدا. بشكر كل حبايبي بقى اللي يعني اللي بيقفوا في ظهري من بره مصر ومن جوه مصر وكل العالم، تمام، زي ما انتم شايفين كده. وبشكر اخواتي المسيحيين واخواتي المسلمين، كل الناس. طبعًا أنا كده قُلت بقى إيه، بدال خلّصت كده وروّقت الدنيا، وأبو حبيب كان لسه ما رجعش، فطبعًا قُلت لازم نطبخ بقى إيه، طبخة دسمة كده يا حبايبي، بحيث إن هي يعني إيه، طبعًا إحنا بنبقى أوقات نقضّي اليوم كلّه آآ قاعدين كده، طبعًا مش عارفين نعمل أكل، بس لازم أقوم أطبخ، مش ينفع أعدّي اليوم بعيش وجبنة، ما أكذبش عليكم، ما ينفعش نهائي، نهائي، لازم أقوم أطبخ. فطبعًا أنا زي ما أنتم شايفين كده طلّعت فرخة وشِلت منها الصدر عشان ولادي ما بياكلوهاش وأبو حبيب وكده، ومسكت الوركين والكتفين وكده زي ما أنتم شايفين كده تبّلتهم. التتبيلة بتاعتي كانت لبن رايب على بهارات وعلى كمون وكزبرة وفلفل أسود وبهارات فراخ، تمام. وزي ما أنتم شايفين كده يا حبايبي تبّلتها وسِبتها، وبدأت إن أنا أعمل صلصة للمحشي. المحشي هنعمل النهارده محشي كوسة وبتنجان، وطبعًا إحنا كلنا عارفين تجوير الكوسة والبتنجان. فطبعًا عملت الصلصة، أدي الطماطم ومعايا فلفل وقرن شطة،
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللي لسه مكمل معايا الفيديو ما ينساش يعمل لي لايك. هنجيب البصل كده زي ما انتم شايفين وهنعمله هنعمله مكعبات صغيرة جدا، بحيث ان احنا هنجلي البصلة ديت ونشوحها ونديها لون بني خفيف جميل كده، وبعدين كده نحط عليها قرن الفلفل والكمون والفلفل الاسود والبهارات السبعة والكزبرة. طبعا الكزبرة دي من اجمل الاشياء يا حبايبي، بتظبط معاك الاكل على طول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنشوح البصلة وبعدين بنحط عليها الطماطم. تمام. طبعا في الحالة ديت انا كنت حطيت الصلصة وقعدت ان انا اجور البطاطس اسفة، اجور البتنجان والكوسة. تمام. بس انا ما صورتش للامانه، يعني كلنا عارفين البتنجان والكوسه وعملناه مع بعض كتير جدا جدا عشان ما تملوش من الفيديوهات طبعا. تمام. بس انا بوريكم يوم كامل، الفيديو اي نعم طول عليكم شويه، بس ده يوم كامل يا حبايبي، يوم كامل انا عملت فيه ايه جوه المطبخ. جوه المطبخ يعني انتوا ما تعرفوش انا عملت ايه بره المطبخ برضو، يعني انتوا فاهمين. طبعا بيكون في بره كنيس ومسيح وحاجات من اللي انتوا عارفينها دي. طبعا حطينا ملح عشان البصلة بتاعتنا تدبل تنزل كل المية اللي فيها، وبعدين حطينا كمون مطحون وكزبرة مطحونة و اللهم صل على سيدنا محمد معلقة من البهارات. وطبعا حطيت الكزبرة المطحونة بتاعتي كانت طازة وجميلة وكنت لسه طحناها، بسم الله ما شاء الله كانت حاجة كده. وحطينا الطماطم بتاعتنا وسيبنا الصلصة بتاعتنا تتسبك، وبعدين قعدت بقى انا اعمل في الكوسة والبتنجان على غاية لما الصلصة تتسبك معايا. طبعا حبيب بقى مش كان مريح وجاي مناكف ولا فيش اي فايده. خلصنا الكوسه والبتنجان وغسلناهم، وبعدين شوحت كمان البتنجان في ندعه من الزيت زي ما انتم شايفين كده، البخار بتاعه طالع اهون. لازم انا بحب ان انا يعني ادبل البتنجانه في معلقه من الزيت، خرطين طبعا الشبت بتاعنا والكزبره، وغسلين الرز زي ما انتوا شايفين كده. وباخد الرز بعد ما اغسله واصفيه كويس باخده واحطه في الصلصه بتاعتي، وبقلب الرز بتاعي كويس جدا 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 في الصلصه قبل ما احط عليه الخضره. تمام. بحيث ان كل الرزايه تتغلف تغليف كامل بالصلصه بتاعتي. وزي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي انا هحط الخضره اهي. طب الخضره ديت يا ام صلاح مش كتير؟ لا مش كتير، ده انا هحط كمان، يعني انا تخنت بقيت عامله زي البرميل يا ولاد، انا عايزه اتفجر. تمام. ما اكذبش عليكم والله انا زعلانه من نفسي خالص على التخن ده. بس ايه سبب التخن يا ست ام صلاح؟ انا اقول لكم باجي حبايبي مش الاكل بس. لا، لان انا كنت باكل اكتر من كده، بدليل ان احنا كنا بنعمل تحديات انا وابو حبيب. بس انا كنت بمشي مسافات طويلة جدا يا حبايبي. ركزوا، المشي جميل جدا جدا، بيخسس الجسم وبيعمل رشاقة فظيعة يا ولاد، مش قادرة اقول لكم. المشي ده نعمة 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 كبيرة. اللي عنده فاضة واللي عنده فاضة زي ما انا كان كده، اوقات كتير بيكون عندي فاضة واطلع امشي. كنت فاضية جدا بطلع امشي بالساعة وبالساعتين، واطلع امشي بالكيلو وبالاتنين. تمام. كنت رشيقة وخفيفة وظريفة ولطيفة، ما اكذبش عليكم. الوقت كنت مش قادرة اقول لكم برضو ظريفة ولطيفة. فانتوا امشوا يا حبايب، امشوا، تعالي كلي كل اللي نفسك فيه بس امشي. المشي شيء مهم جدا، هيحرج هتخسي طبعا. لان انا الايام دي بقالي فترة راكنة، يعني بقالي فترة اكتر من 5 6 شهور ما بمشيش اهون. تمام. ما عدتش بمشي، فانا جسمي بدأ ان هو يشيل يتخن تاني. لكن انا لا، انا مش هعمل كده، مش هسيب نفسي، يعني انتوا فاهمين. اي نعم انا هيبقى بقى انا هنظم وقتي ان شاء الله، بس يعني انظم وقتي بس كده، ربنا ييسر الحال كده واظبط شغلي الجديد ومشروعي واظبط القناة. تمام. هبدأ ان انا امشي، يعني المشي ده لا مش هقدر استغنى عنه، لان المشي هيخليني اخس تاني. فاهمين. وبعدين انا كنت بقعد فترات طويله، يعني بقعد اعمل فطير وبعمل جرس فترات طويله، فلازم ان انا اقوم امشي واحرك جسمي، لان انتوا عارفين قله المشي بتخلي الانسان جسمه مهدود ومتكسر. يعني اول ما بتقعدي خلاص بتخلصي شغل وتفضلي قاعده كده تقومي عايزه تنامي بقى، انتوا فاهمين. لكن المشي رشاقه، بيخليكي تصحصحي وجسمك كله نشيط. انسانه نشيطه كده، ما بتناميش الا مثلا في وقت متاخر شويه، لكن ما بتكونيش مهدوده. انتوا فاهميني. المشي نعمه وفضل من ربنا، وربنا يدوم علينا نعمه المشي والجري ونشتغل ونتعب. الحمد لله والشكر لله. فطبعا تابعوا معايا الفيديوهات ان شاء الله. هنعمل بقى روتينات قويه، من اوردرات لا روتينات في البيت، لا طبيخ لا مشي لا كل شيء يا حبايبي. القناه بتاعتنا قناه متنوعه الحمد لله، ودايما بقدم لكم كل جديد.
تمام. ويا ريت فضلا منكم، مش امر مني طبعا، فضل منكم كل حبايبي اللي بيحبوني يشيروا لي الفيديو ويعملوا لي كده شير ولايك حلو عشان خاطر الفيديو بتاعي يطلع وما الناس كلها تعرف مشروعي، وربنا يرزقني ويرزقكم. خلصت كده المحشي بتاعي زي ما انتم شايفين، محشي بتنجان وفلفل، وجبت كام جرن فلفل كمان كده وكوسه وهحطهم. وطبعا المحشي ده كان في اليوم ده مش له شوربه، انا حطيت الفراخ تتشوي اهيت تمام، وهدخلها الفرن. والمحشي بتاعي هعمل له ميه، معلقه من الميه معلقه من السمنه البلدي حطيتها عليه، وملح وكمون وفلفل اسود ماشي. حتى ان انا دورت على المرقه ما لقيتهاش، قلت مش مهم. وحياه ربنا يا حبايبي كان احلى محشي كلته، مش قادره اقول لكم المحشي كان خفيف خفيف جدا وطعمه كده، يعني مش قادره اقول. قعدت اكل بقى موت موت موت، لما يعني كنت بعد ما اكلت قعدت انا انب في نفسي، يعني انتوا فاهمين تأنيب الضمير بقى. قعدت اقول انا اكلت كتير، انا عايزه اعمل رجيم بس ولا عمري. انتوا عارفين المحشي يتكلم عن نفسه يا حبايبي، يعني محشي مش حد هيقدر يقاوم. وشايفين الحله، بسم الله ما شاء الله. بحبكم في الله، والسلام عليكم.